أهلا بكم بودكاست جديد من منصة بصمة أكاديمي. اليوم حلقتنا مميزة ويا أستاذ يعرفوا طلابه بالشرح المبسط وبالأسلوب اللي يخلي أصعب مسألة رياضية تصير بسيطة. ويانا اليوم الدكتور ياسين الذهبي مدرس مادة الرياضيات. نورتنا أستاذ. نوركم وأشكركم على هذه الاستضافة الجميلة، وأحب أحيي كل طالب وطالبة دا يتابعون البودكاست. بالبداية نحب نسمع من حضرتك شوية تعريف عنك، شلون بديت بمجال التعليم وشلون تكونت عندك خبرتك بطريقة الشرح الحالية؟ والله مبدئيا هذا الموضوع إلى أساس كلش قوي. أولا أنا خريج كلية رياضيات تربية جامعة بغداد، ومن ثم أخذت الماجستير أيضا هم من جامعة بغداد، ثم أخذت الدكتوراه من جامعة المستنصرية. وخلال هاي الفترة كلها كنت أدرس الطلاب، ومن خلال هاي الفترة كلها تعلمت طريقة كلش حلوة للطلاب اللي هي شنو؟ إن إحنا متعلمين بالرياضيات كل ما نمشي بالمادة تصير المادة معقدة، فإحنا حاولنا نقلب الموضوع. شلون؟ يعني حاولت إني أبني أساس قوي للطالب من خلال تدريس، من خلال الأشياء المسبقة قبل الموضوع، وبالتالي الطالب راح يحس كل ما يتقدم بالمادة يشوفها أسهل. هذا الشيء كلش مهم، لأن أنا كنت أعاني من عنده، كنت كل ما أدرس شيء ألقي شيء الثاني أصعب، الفصل الثالث أصعب، الرابع أصعب، فبالتالي تقلب الموضوع هذا كله. فالطالب راح يبدي بشيء أساس مبسط حيل، بالتالي من يكون الأساس مضبوط شو تريد تبني فوقه ابني، بس لازم يكون الموضوع أساسي إن كل ما تصعد بالمادة تصير أسهل. أما إذا أنت صعدت بالمادة وشفتها أصعب يعني أساسك فيه مشكلة. هسه نريد نحكي وياك المواضيع المهمة، شنو أبرز المواضيع اللي تتكرر دائما بالوزاري؟ والله حاليا الرياضيات من البداية للنهاية تعتبر كلها مهمة، فإذا أنت كطالب وتريد تضمن الدرجة الكاملة فلازم تقرأ رياضيات من الجلد للجلد. أما إذا مواضيع المهمة فهي المادة كلها مهمة. أبرز المواضيع نقدر نقول اللي قد تكون نسبتها عالية بالتركيز، مثلا الفصل الأول عندك الإكس واي الأوميجا دي موفر، هذني لازم تضبطهن. طبعا هذني إذا انضبطن لازم ينضبط الفصل كله لأن لهن ربط باقي الفصل. الفصل الثاني هو عبارة عن الكونيك سكشن، القطوع المخروطية، وبالتالي القطوع المخروطية هي عبارة عن ربط واحد بطن الثاني، المكافئ والناقص والقطع الزائد، هذني مرتبطات، فما تقدر تاخذ شيء من عنده مهم، هذا كله مهم عليه 20 درجة وقت كامل. الفصل الثالث لا، الفصل الثالث يجي عليه تقريبا 40 درجة 50 درجة حسب الأسئلة الوزارية. الفصل الثالث من عندك عليه 40 درجة، يعني معناته شقد فصل قيم ومهم. بس طبعا إذا أنت باني أساس قوي بالفصل الأول والثاني راح تجي للفصل الثالث أنت متعلم على طريقة معينة، فاهم الأستاذ شو يريد من عندك، فالفصل الثالث يكون إلى قيم. عندك المعدلات الزمنية، عندك الفصل الثالث رول وام في تي دورات يجيبون عليها فرع. الفصل الثالث عندك الحجوم. بالفصل الرابع صار اكثر من سنه ما تجي يجوز تجي، فما عندنا شيء مهم بالرياضيات 100% يجي، لا احنا عندنا الماده كامله متكامله. الرياضيات هي من المواد اللي ما تقدر تاخذ شيء منها وتبقي شيء اذا ناوي تاخذ درجه كامله بالرياضيات. بهاي الطريقه لازم تقرا مادة متسلسلة، ما نقدر نقطع شيء من عندها ونعوف شيء ثاني. هواي طلاب يعتبرون الرياضيات من أكثر المواد صعوبة، برأيك ليش هذا الخوف منتشر؟ وشلون ممكن الشخص يكسر هذا الحاجز؟ أغلب الطلاب يعتبرون مادة الرياضيات صعبة ويخاف من عندها، هو كل الموضوع يتعلق بشون تبنيها، فإذا بنيتها صح توصل للشيء اللي تريده. فطريقة التدريس هي اللي تخليك ما تخاف من الرياضيات. الأستاذ اللي ياخذك ويدرسك بشكل صحيح هو يخليك ما تخاف من الرياضيات. أما أنت كطالب لك حق تخاف من الرياضيات، من يوخر الخوف؟ الأستاذ. فطريقتنا للتدريس هي نخلي الصعب سهل. شلون تخلي الصعب سهل؟ لازم تعرف من تبدي. الرياضيات يحب تسلسل أحداث على حال أي مسلسل، ما تقدر أنت تعرف الحلقة الأخيرة إذا ما أنت مشاهد الحلقة الأولى، فلازم تتعب بالبداية وتتقبل الأساس من الأستاذ وتجتهد وياه، والأستاذ يجاوبك على كل تفاصيل، وبالتالي توصل لأي شيء وبعد ما تخاف من عنده. فترة الامتحانات تسبب توتر كثير للطلاب، خصوصا الرياضيات تحتاج عقل صافي. شنو نصيحتك للطالب اللي يحس بالضغط؟ شلون يرتب وقته؟ والله بالنسبة للامتحانات الطالب اللي يحس بها ضغط عليه هي مشكلته مو بالامتحانات الوزارية،
يعني المفروض الطالب من يوصل للامتحان الوزاري يكون متهيئ كامل. هاي الفترة اللي هي من 1/6 لحد 1/6 سنة كاملة الطالب يدرس بها بالمعهد أو يم الأستاذ. المفروض الأستاذ هو اللي يتحكم بهالموضوع. حالة لعبة الطاولة، من يعرف اللاعب يركض 90 دقيقة وقد أكو أشواط إضافية، فلازم المدرب يدربه على هذا الأساس. المدرب عندنا منه إحنا الأستاذ اللي هو يلتزم الطالب، لازم يعلم الامتحانات، يعلم ضغط الامتحانات، يعلم الصيغ الوزارية، يمتحنه فاينالات هواية. بالتالي إذا أنت سنة كاملة تمتحن فاينالات، من تجي الامتحان الوزاري تحسه سخيف. 3 ساعات المفروض يجيب الامتحان مال المعهد يمتحن 1.5 ساعة تنسحب من عندك الأسئلة. لأن أنا إذا أعلمك على 3 ساعات أنت ماخذ راحتك بيها بالوزاري، وما نعرف إحنا شي يصير بالوقت الوزاري، حارة، الطالب ما مرتاح، عنده ظرف، فأنت نهيئك على أساس عندك 1.5 ساعة بالوزاري لازم تحل 6 أسئلة ب1.5 ساعة. عندنا لازم تروح بالوزاري تكون أنت جاهز وما عليك أي خوف. أما إذا أنت تتلكأ بهالموضوع لا أكو مشكلة يصير. عندك سنة كاملة تقدر تعالج هذا الموضوع من خلال امتحاناتك وتدريب الأستاذ إلك، وراها أنت تروح تكون مهيئ. الأستاذ راح يكون يعطيك الدرجة. أنا بالنسبة لي أي طالب يجيب عندي 100 بالامتحانات مالتي أضمن له 150 درجة، ال50 ضمن الترك. أنت عندك 50 درجة بالرياضيات ضمن الترك، بس إذا أنت جبت عندي 100 أنا أضمن لك 150 درجة أنت تروح تجيبها بالوزاري. يعني احنا أسئلتنا منسقة وزارية نحدد بها الوقت، إضافة أني أنا أستاذ في كلية بغداد للمتميزين، فأعرف قابليات الطالب سواء بالمنهج العربي أو منهج الإنجليزي. كل طالب أقيمه يكون تقييمه مضبوط من أساس شنو؟ من أساس خبرتنا تدريسنا. من خلال هذا الشيء نعطيه للطالب راح يكون الخوف يروح عنده. أستاذ ياسين، حضرتك اليوم أحد الأساتذة المنضمين لمنصة بصمة أكاديمي، تقدر تحكينا عن تجربتك ويانا وشلون شفت التعامل والنظام والدعم؟ وبصراحة منصة بصمة من المنصات الراقية اللي تعاملت وياها بشكل حلو. تعاملهم سلس، أقدر أرفع محاضراتي براحتي، أقدر أشاهد الطلاب، أقدر أفعل الكودات. من ناحية التعامل، من ناحية ردود فعل الطلاب، من ناحية منصة بصمة كان كلش منصة راقية وجيدة جدا. أستاذ هسه وصلنا للنهاية، كلمة أخيرة تحب توجهها للطلاب خصوصا هالمرحلة الصعبة؟ قلناها ماكو شيء صعب، مجرد ان انت تجتهد وتركز والاستاذ يدعمك راح تلاقي كل شيء سهل ان شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ ياسين الذهبي على وقتك وعلى كلامك، وشكرا لكل طالب دا يحاول يتعلم وبطريقة أفضل. تابعونا على منصة بصمة لأن الجاي بفايدة أكثر إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم وحضوركم، وإن شاء الله نلتقي فيما بعد أكثر وأكثر. طبعا. أي. برشلونة يعني. طبعا ريالي. عشان خلي أقوم الوقت. قزموت في البارك. شكلكم برشلونيين اثنين.